في حاجه حاسه ان بنات كتير قوي بتقع فيها، وعايزه بس احطها كده معلومه صغنطوطه كده، انك انتي تبقي people pleaser او مثلا بتراضي الكل. دي حاجه صعبه، كده كده حاجه صعبه ان اي حد يطلع منها، والموضوع بيبقى بجد مجهد. والصفه دي لما بتبقى في بنت، الموضوع مش بيبقى بس draining، لا هو الموضوع بيبقى صعب قوي. بس في فرق ما بين people pleaser وفي فرق ما بين واحده عايزه تراضي الكل وخلاص، يعني مش تراضي الكل وبس، لا دي ما عندهاش مبدأ. في بنات نعرفهم في حياتنا ما عندهمش مبدأ، وبيبقوا عايزين يحبوا كل الناس، يعني مش عايزين اي صنف او مش عايزين اي حد ما يحبهمش. والمشكله اللي بيقعوا فيها ان هم بيبقى ما عندهمش مبدأ. ما عندهمش مبدأ ازاي؟ هقولك. يعني مثلا لو انت عندك حاجه خلاص متعوده عليها، يعني حاجه مثلا المبدأ ده ثابت عندك، او يعني مش بصاحب صاحبتي لو سابوا بعض مثلا، ده مبدأ. فبس انتي مع ده عادي، مع ايه قدام الناس مثلا ممكن تقولي لو واحده ما بتحبش الحاجه دي هتقولها لا انا ما بحليش في الحاجه دي خالص. ما واحده تانية لو مثلا بالنسبه لها الحاجه دي عادي تقولك مثلا ان اصل هو سابها، يعني خلاص فتكنيكلي محدش بياخد نصيب حد. فانتي لما بتتكلمي معاها تقولي لها ايوه انت عندك حق فعلا ما فيهاش اي حاجه، ده بيبين انك انت ما عندكيش مبدأ. مش حلاوه منك انك انت تفضلي تراضي الكل او تبقي البيرفكت جيرل بالنسبه لكل جروب. لا، محدش بيحب كده ومحدش بيحترم الحاجه دي على فكره. يعني لو مثلا اكتشفوا انك انت عشان ما تقفيش ضد رايهم فبتكدبي وبتروحي مع ده تقولي، فانت شكلك هيبقى وحش قوي 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 في المجموعه. فخلي بالك، الموضوع ده مش حلو. الموضوع ده مش يعني، خلي عندك شخصيتك. حتى لو حد زعل، يعني طول ما انتي بتقولي رايك باحترام، وطول ما انتي محترمه كل الاطراف، وطول ما انتي مش بتعملي حاجه غلط او حرام، انتي تمام. يعني ما تحاوليش تراضي الكل على نفسك، لان فعلا 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 اولا انت هتتاذي. ومش هتتاذي علشان لا، انت هتتاذي انك انت بتعملي ده غلط. وفي ناس كتير قوي هيبعدوا عنك، لان كلهم بالنسبه لهم انت مش انت فيك. انت فيك لانك انت كل شويه انت ما عندكيش مبدا، انت ما عندكيش شخصيه. فاللي هو انت محتاجه يكون عندك حاجه ثابته. اما بالنسبه بقى للبيبل بليزر، حاولوا على قد ما تقدروا بجد بجد ما تفكروش قوي بالموضوع انك انتوا محتاجين فعلا انك انتوا ما ينفعش تقولوا لا مثلا. او انا عارفه ان في بنات كتير قوي اتغيروا في الحته دي، او بحس ان مع التجارب الناس بتتغير. بس being a people pleaser بجد مجهد. يعني هتلاقي نفسك مش بتنطفي وبس، هتلاقي نفسك بتعيطي كتير، هتلاقي نفسك بتتأذي كتير. افتكري انك عادي، يعني الناس مش هتزعل منك لو فعلا قلتي مثلا انك انت مشغوله، او انك انت مش قادره تدي الحاجه دي. طبيعي انك انت بني ادمه وهم بني ادمين، وهم على فكره لو اتحطوا في نفس الموقف ممكن يقولوا لك لا معلش اصل احنا مشغولين في الموقف ده، او مش نقدر نديك الحاجه دي، او مش نعرف نساعدك. فافتكري ان الموضوع مش محرج. يعني هنا في امريكا مثلا لما حد بيكون عايز حاجه والتاني مش هيقدر يديها له، يقول له I'm sorry like I can't do it today. حتى ما بيقولوش sorry، اوقات ممكن يقول لك مثلا ايه oh yeah I'm busy we can schedule another day. او مثلا لو انت محتاج فلوس، مثلا عايز تستلف، يقول لك مثلا sorry buddy no I can't really. حتى لو انتوا الاتنين قريبين، حتى في الاساينمنتس ممكن يقولك لا. لو سالتهم معلومه عنهم هم هيقول لك ايه bro that's none of your business، اللي هو ما يخصكش. فاللي هو هم مش، هو طبعا احنا كمصريين او كعرب ممكن نشوف الحته دي كبجاحه او قله ذوق او اي حاجه، بس انا بدات ابص لها من صوره لا هم عادي، هم they're just upfront او clear، واضحين زياده عن اللزوم. ليه احنا بقى محتاجين نلف وندور طب الخبط الجدول كله عشان الشخص ده جاي لي فجاه؟ لا عادي جدا، اللي هو طب انت فاضيه النهارده؟ والله لا مش هقدر خالص النهارده، انا النهارده ورايا حاجات. ومش لازم تقولي الحاجات، يعني افتكري مش لازم تقولي الحاجات لاصحابك لاخواتك لكل، انت ليكي وقتك. انت في الدنيا دي افتكري برضو اي حاجه انت بتعمليها هترفلكت عليكي انت، الوحش هيرفلكت عليكي انت، الحلو هيرفلكت عليكي انت. طبعا في حاجات للاسف لو عملناها من غير ما نفكر ممكن تأذي كمان حبايبنا واهالينا. يعني مثلا انا لو عايزه اعمل حاجه غلط دايما بفكر الحاجه دي لو اتعرفت مثلا، او الحاجه دي لو حد مثلا من عيلتي سمعها هل هتأذيهم؟ طبعا هتأذيهم، خلاص يبقى مش هعملها.
افتكري دايما، فكري نفسك بالحاجات دي. فكمعلومه ابدأي حطي نفسك الاول، يعني دي خطوه من الخطوات اللي هتبدأي بجد هتقدري وقتك وهتقدري مجهودك وهتقدري شخصيتك، والناس كمان هتقدرك. يعني انت لو بتساعدي كتير قوي 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 والناس مش شايفه ده، او الناس خلاص اتعودت على ده، انت you're giving them على فكره ده for granted، يعني هيبداوا ياخدوها for granted. لان فعلا ال ان حد يساعد ويكون كريم والحاجات دي، الناس بتستغل الحاجات دي كتير قوي. اعملي كده، يعني افضلي اعملي كده، بس بجد ما تخليش الحاجه تيجي عليكي انتي. ممكن تعملي كده كل فين وفين مع اهلك، مع حبايبك، مع اقرب ناس ليكي، بس مش مع كل الناس. لان انا اكتشفت كتير قوي ممكن حرفيا لو حد ماشي في الشارع ممكن يعملوا له، يعني فاهمين، يسيبوا يومهم كله. ففي فرق ما بين مساعده حاجه بسيطه، حاجه بتعمل كل فين وفين، وحاجه انت كونستنتلي بتعمليها، وبتلاقي نفسك فعلا فعلا في فتره قليله جدا بتلاقي نفسك you lost energy، بتكتئبي، بتحسي انك انت يعني مش انطفيتي بس، لا انت زعلانه، وبتحسي ان مفيش طاقه تعملي حاجه لنفسك حتى، وتفضلي تقولي ايه طب يعني، وتلاقي الناس عماله بتنجح حواليكي وانت مبسوطه. المشكله انك انت من شخصيتك دايما بتبقي مبسوطه وبتحبي الخير لغيرك، بس فعلا فعلا ابداي حبي الخير لنفسك، وابداي حبي انك انت برضو تتشافي ناجحه. الوقت ده ممكن تحطيه في حاجه تانية لنفسك، الوقت ده ممكن تحطيه في مذاكره، ممكن تحطيه في مليون الف حاجه. فابداي برايترايز وقتك، وحبي انك انت زي ما بتعملي زي ما بيتعملك. لو مش هتعملك من بره يبقى تعملك منك انت، فاهماني؟ دايما 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 فكري كده، دايما افتكري ان عندك مبدأ، دايما عندك في دين، في مش عشان مثلا ما تبانيش انك انت مش كول او حاجه، فتضطري بقى اللي هو ايه خلاص ماشي تمام، طب ماشي سيجاره، ايه القرف ده؟ لا طبعا، اوعي بجد. يعني الموضوع والله العظيم والله بجد بجد، يعني انا حتى التوك دي انا اتكلمتها مع اخويا في مره، كان لما كنت بكلمه وهو صغير، بقول له انت شخصيتك your character is what makes you. يعني انت الناس لو عايزه تحبك بجد هتحبك زي ما انت، يعني هيحبك بتفكيرك، مش لازم بقى كل شويه تبرمج او تظبط طريقه تفكيرك علشان ما يفتكروش انك انت معقد، او انك انت مقفل، او انك انت خلاص يا عم مش هتخرج معانا تاني. يا عم حلوه قوي ان انا مش عايزه اخرج معاكم تاني، اصل لو الحاجه فعلا ضد مبادئي ليه اخرج؟ لو انتوا مش تقبلوني زي ما انا ومحدش يضغط على التاني بسبب اي حاجه، تمام. زي مثلا البنات اللي بتروح بدري، البنات اللي بتروح بدري خلاص هم عندهم كيرفيو، عندهم اهل بيبقى حاطين لهم وقت، ده مش بيقلل ولا بيزود، هم عندهم خلاص، عندهم ما ينفعش يقعدوا بره بعد الساعه 12 او بعد الساعه 11 خلاص. فجو بقى الروشنه، او مثلا جو اللي هو ايه، لا معلش بس اصل انا نسيت حاجه فمحتاجه اديها لعيلتي، هو حد هيتريق عليكي؟ يعني حتى لو اتريقوا عليكي يبقى عارف ان هم مش دول الشله الصح، يبقى العقليه بتاعتهم طفله، يعني اطفال لسه they haven't gone to be mature yet، ما نضجوش فكريا، ما نضجوش، فاعرفي ان الشله دي كده. فانت حتى انا الصراحه في المواقف انا بنزل الناس درجات، يعني خلاص الشخص ده انا بالنسبه لي انا ممكن اتعامل معاه عادي جدا، بس لا انت نزلت من نظري، لو انت طريقه تفكيرك غلط، طريقه تفكيرك فيها حاجه محتاجه adjusted. زي برضو يعني عشان كده لما بنتكلم كتير مع الناس بنفهم طريقه تفكيرهم. امال ليه الناس بيقولوا اتكلموا؟ يعني مثلا لو حد قالك مثلا عايز تعرف الشخص خليه يتكلم، اسمعه، هتلاقيه عمال بيبع كلام وبيبع، فبتفهم الشخصيه، بتفهم دي بعد كده هيبقى شكلها عامل ازاي. فمش محتاج حتى تقعد سنين مع الشخص، لا اتكلموا في حاجات مهمه، ابداوا كده بس يا بنات. فدي كانت حاجه بس كنت عايزه اتكلم فيها، و love you guys. باي.